السلام عليكم، اش اخباركم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال ان شاء الله. الا كان كيعجبكم هذا النوع من المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وكتشجيع ودعم منكم ما تنسوش ليا زر اعجاب. ودابا الا كنتم مستعدين ندخلوا باش نتعرفوا على تفاصيل قضية اليوم. قضية اليوم مغربية وغادي تدينا لمدينة مراكش. أحداث القضية ديالنا وقعوا في 2008. هنايا في واحد النهار واحد السيد كيعيط للبوليس وكيقول لهم واحد البلاغ لي صادم. كيقول لهم باللي في طريق المطار لقاو الناس شي أشلاء بشرية وداك الشي كيخلع. هنايا البوليس من سمعوا هاد الشي كيتوجهوا بأسرع ما عندهم لعين المكان وكترافقهم الشرطة العلمية. فاش كيمشيو تماك كيلقاو باللي البلاغ صحيح. كيلقاو تماك طروفة مليوحين بواحد الطريقة اللي عشوائية، ما مديورين لا في بلاستيك لا في حتى شي حاجة. داكشي مليوح بواحد الطريقة اللي عشوائية. البوليس جاهم هادشي في شكل هما مولفين يشوفوا يعني الجرائم وهادشي راه خدمتهم هاديك. ولكن هاد المرة تيلقاو داكشي هكاك مليوح في الزنقة على جنب الطريق في واحد الغابة، ولكن بلا ما حتى شي حاجة، يعني لا بلاستيك لا والو. المهم راكم فهمتوني. هنايا كيهزوا دوك الاطراف وكيجيبوا الكلاب المدربه باش غادي يدلوهم الا كاينين شي اطراف وحدين اخرين. وبالفعل وبالمساعده ديال الكلاب المدربه كينتشروا في ديك الغابة وكيقلبوا وكيشمشموا حتى قدروا لقاو العناصر 17 طرف من أطراف بشرية. زادوا كيقلبوا كيعاودوا يقلبوا، ولكن غير هذاك الشيء اللي كان. كيفاش زعما؟ واش اللي داروا هاد الجريمة واش الأطراف الآخرين لاحوهم في شي جهة أخرى؟ الله أعلم. المهم داك الشيء اللي لقاوه كيديوه لمستودع الأموات باش تماك غادي يشوفوا كيفاش غادي يديروا داك الشيء في انتظار واش غادي يلقاو الكمالة أو لا. بالنسبة للطبيب الشرعي كيقول لهم باللي هاد الأطراف يعني ماشي مدة طويلة هادي باش يعني باش مولاه يعني فارق الحياة. هاد الشي باقي جديد. إلا كاع دازت المدة غادي تكون يومين، ما نفوتوش يومين باش طرا هاد الشي، لأن داك الشي كان يلاه في الأول المراحل ديال التحلل. يقول الطبيب الشرعي كذلك بأن هاد الأطراف كترجع لراجل، الراجل اللي كان اللون ديالو أبيض وكان باين بأنه واحد الراجل اللي كان ضخم الجثة، يعني كان واحد الراجل اللي طويل وعامر. هنايا شنو غادي يديروا البوليس؟ ما عندهم منين يشدوا راس الخيط. شنو كيديروا؟ كيمشيو يقلبوا في البلاغات اللي متقدمة لفائدة العائلة. هنايا بداو تيقلبوا ولقاو بالفعل كاينه شي حالات الاختفاء اللي يلا هكا ماشي من مده طويله مبلغ عليها، يعني غير ديال اسبوع ما فيتاش اسبوع. كيلقاو باللي مبلغين على واحد جوج بنات وكذلك واحد الدري صغير اللي في العمر ديالو 14 سنه، وجوج رجال كبار. يعني واحد تقريبا كان طويل ورقيق ولكن اللون ديالو داكن يعني سمر، والاخر كان واحد الشخص اللي عامر وطويل. يعني فالبوليس استبعدوا يعني كاع دوك الاشخاص اللي كيظنوا بانهم ماشي هما المعنيين بالامر بحال البنات راهم استبعدوا، وكذلك الدري الصغير اللي في عمره 14 سنه وداك السيد السمر. فهنا كيبقى التركيز على داك الشخص الابيض اللي طويل وعامر. ومشاو كيشوفوا شكون اللي قدم هذا البلاغ. كيلقاو باللي مرأة هي اللي مقدمه البلاغ على الاختفاء ديال الزوج ديالها. هاد المبلغة كان سميتها فاطمة العوني، كانت مقدمة بلاغ بالاختفاء ديال الزوج ديالها. في المعلومات اللي لقاو اللي عاطياهم على الزوج ديالها انه واحد السيد في عمره 42 سنة تغيب على الدار وهي ما عارفاش فين راهو. كتصل بيه وما كيجاوبش، الشي اللي خلاها انها تجي وتقدم بلاغ بالاختفاء ديالو. هنايا رجال الامن كيستدعيو هذيك المراه، كيجيبوها لعندهم وكيقولوا لها باللي انتي مقدمه بلاغ على الاختفاء ديال راجلك. كتقول لهم بالفعل. هنايا كيقولوا لها باللي بغينا نمشيو معاك للدار باش ناخذوا شي حاجه من الاثر ديال الزوج ديالك، حيت حنا عندنا واحد السيد وكنشكوا باللي ممكن يكون راجلك. وبالفعل كيمشيو معاها للدار، وتما كن غادي ياخذوا واحد المشطه وغادي ياخذوا منها شي شعيرات اللي غادي يديروا ليها تحاليل ديال لا دي ان مع دوك الاطراف اللي لقاو في الطريق. وبعد ما كتخرج النتيجه ديال التشريح كيكون تطابق، وان هادوك الاشلاء كيرجعوا لهاد السيد اللي سميتو احمد.
كيفاش واشنو اللي وصل أحمد حتى تسالى به المطاف بحال هكاك طراف على جنب الطريق. الراجل اللي كان غير الفوق الوقفة ديالو كتخلع، تسالى به المطاف لطريفات صغار على جنب الطريق. داكشي اللي غادي نعرفو في التتمة ديال القضية. غادي نرجعوا اللور وبالضبط في 1979. في هاد العام فين كتزاد واحد البنت اللي العائله ديالها غيختاروا ليها الاسم ديال فاطمه. فاطمه تكبرات في واحد الوسط اللي هو فقير، يعني 1979 يعني كان الفقر. المهم كانوا عايشين في واحد الدوار النواحي ديال مدينه مراكش. تما كانت الحياه شويه صعيبه. المهم فاطمه من بعد ما وصلت للسن ديال التمدرس كتدخل المدرسه، ولكن ما كتكملش، غير كتوصل للسادس ابتدائي كتخرج من المدرسه وكتبقى جالسه غير في الدار، كتشقى كتعاون. المهم حتى دازت الايام وهنايا فاطمه ولات عندها 17 سنه. وفي هاد المده لقات راسها واحد السيده اللي مولوعه بالرقص، وخصوصا الرقص الشرقي. كانت فين ما تكون شي جماعه ولا شي عرس، فاطمه هي الراقصه المميزه ديال داك الحفل او داك العرس. كانت معروفه بانها كتقن الشطيح. هادشي اللي خلاها انها تبدا تفكر ان هاد الموهبه، يعني هاد الموهبه توظفها كعمل. علاش لا؟ وهنايا فين انتقلت من داك الدوار لمدينه مراكش، يعني في الوسط ديال مدينة مراكش، في السونتر ديال مراكش. كتقلب بحال هكا على زهرها في الملاهي الليلية، وبالفعل كتقبل لأنها كانت زوينة، وكانت لاطاي ديالها كتأهلها على أنها تكون راقصة. يعني كان عندها واحد الجسم اللي رشيق وكيأهلها لهاد الخدمة. وبالفعل بقات فاطمة بشوية بشوية حتى ولات كتخدم في الملاهي الليلية الفخمة، يعني اللي كتصنف من 5 نجوم. هنايا فاطمة ولات عايشة الحياة، كتشري اللي بغات، كتعاون عائلتها بالفلوس. يعني تحسن داك المعيش ديالهم بواحد الشكل اللي هو ملحوظ. وما كفاهاش غير هاد الشي، جابت العائلة ديالها تسكن حداها حتى هي في مدينة مراكش. يعني خرجاتهم من هذاك الدوار وجابتهم كرات لهم واحد الدار وجابتهم كيسكنوا حداها. المهم بقات فاطمة على هاد الحال. وما يخفاش عليكم هاد العالم ديال الليل، اكيد ان فاطمة كانت كتعرض للتحرشات، وهذا كيبغي يهضر معاها، هذه كيبغيها تخرج معاه. المهم راكم عارفين. وفي هاد اللحظة بالضبط فين غادي يدخل واحد الشخصية باش غادي يولي كيقدم واحد الدعم لفاطمة. هاد الشخص هو حمد الضحية. المهم حمد قال لفاطمة باللي أي واحد يتبسل عليك أنا موجود، أي واحد يقول لك شي كلمة أو لا هكا يديرونجيك غير قوليها ليا وكوني هانية. حمد كان خدام تماك، خدام كرجل أمن، كان فيدور في هذاك الكباري اللي كتخدم فيه فاطمة. يعني كان خدام كحارس أمن في الملهى اللي كتخدم فيه فاطمة. نهار على نهار ولا حمد كيحب فاطمة وكيحبها بزاف، وكيغير عليها من أي واحد يقرب ليها. قال لها شوفي انا اللي غادي نولي نوصلك حتى للطاكسي. وبالفعل ولا احمد هو اللي كيوصلها حتى للطاكسي وكيتهنى عليها انها مشات في امان. عاد كيرجع كيهز الموتور ديالو وكيمشي لدارهم. ومع الايام ولا كيوصلها في الموتور ديالو. وواحد النهار كيصارحها بالحب ديالو، كيقول لها باللي كنبغيك وكتعجبيني الى اخره. هنا فاطمه بانه قدم لها داك الامان اللي ما كان كيقدموا لها حتى شي واحد، لقاتو في حمد. تبدا قصة الحب اللي ما بين حمد وفاطمة. بقاو على داك الحال كيوصلها كدا حتى تطورات العلاقة ديالهم، ودخلوا في واحد العلاقة غير شرعية، ديك العلاقة اللي من بعد غادي ينتج عليها حمل. هنا فاطمة فاش كتلقى راسها حاملة كتمشي تقولها حمد عفوا، شنو في نظركم واش حمد غادي يمانع وغيقولها سيري طيحيه؟ وداك الكلام اللي معروف في اغلب القصص. حمد كيرحب بالفكرة وكيقول لها باللي خصنا نتزوجوا في أسرع وقت قبل ما تبان عليك آثار الحمل. يمشي حمد عند العائلة ديالو وكيصارحهم باللي باغي يتزوج. كيعاود ليهم على فاطمة وكيعرفوا منه باللي خدامة كراقصة في ملهى ليلي. ولكن هنايا قالوا مستحيل، قالوا ليه ما يمكنش نوافقوا على انك تتزوج برقاصة، هذيك اللي عمرها ما غتكون. هنايا حمد قال لهم حتى انا راه اللي عندي قلتو ليكم ان هاد السيدة
موعدها بالزواج وما نقدرش نخوي بيها. هنا كيقولوا ليه الا بغيتي تزوج بيها دبر راسك، ولكن عمرك ما تدخلها علينا للدار. داكشي اللي دار حمد، عول انه غيتزوج بفاطمه واخا العائله ديالو ما بغاتش، حيت هو كيبغيها وزائد ذلك حامله منه. يعني هز حويجاتو ومشى خوا من الدار ديال والديه وبدا كيوجد هو وفاطمه الوراق ديال الزواج. وفعلا تزوجوا وكراو واحد الدار في واحد الحي شعبي في مدينه مراكش، وبالضبط حي سكومه. المهم بداو كيعيشوا حياتهم في حال اي زوجين، كيمشيو للخدمه بجوج كيجيو منها بجوج. ولكن هنا احمد ولا كيغير على فاطمه، ما كرهاش تجلس من الخدمه، ولكن عارف باللي ما غاديش تبغي. داكشي علاش بقى كيحاول يغمض عينيه، وهكا الا فاطمه تعرضت للتحرش كيمشي كيصد هذاك المتحرش وكيقول لي باللي السيده مراتي الى اخره. فاطمه بداو كيبانوا عليها اثار الحمل، يعني الكريشه ديالها بدات كتكبر وداكشي. هنا فاطمه غتجلس في الدار على ما تولد وعاد من بعد تشوف اشنو دير. جلسات فاطمه في الدار واحمد هو اللي بقى خدام كفيدور في داك الملهى. هنا يحمد حس بواحد الاستقرار زوين بزاف. المراه في الدار، هو كيجي كيلقى الامور مزيانه، الغدا موجود والعشاء موجود. يعني هذيك هي العيشه اللي كيتمناها اي رجل. ولكن مع ديك الخلصة اللي كيتخلص حمد ما كانتش كتكفي. يعني فاطمة فاش كانت خدامة كانت كتشري اللي بغات، كتصرف بلا حساب، كانت كتعطي لوالديها شحال من حاجة. بقاو عايشين على داك الحال حتى ولدات فاطمة ولدات وباقية جالسة في الدار كتربي ولدها مقابلة دارها مقابلة راجلها. في ديك المدة اللي كانت ولدات كان جات عندها امها باش غادي تقابلها، وزيدون ما كانوش بعيدين منهم بزاف. كيف قلت لكم باللي فاطمة جابت العائلة ديالها قرباتها منها، الام ديالها وقفات معاها في ديك الفترة. والصراحة كاين شي مصادر كيقولوا باش يعني ماشي ام ديالها الحقيقية، غير مرات باها، ولكن الأغلبية كيقولوا أمها، وحتى حنا غادي نقولوا أمها، لأن كانت كتعاملها كيف الأم مع بنتها، ما كاين حتى شي اختلاف. المهم هنايا الأم اللي سميتها هنية اعتنت بها ديك الفترة ديال الولادة، ودازت الأيام وفاطمة يعني برات واسترجعت الصحة ديالها. وهنايا الوليد فاش ولات عنده تقريبا 5 شهور هكاك، هنايا فاطمة قررت انها ترجع تخدم في الملهى الليلي. وحتى امها قالت ليها رجعي تخدمي، لان الام شافت ان داك المصروف اللي كانت كتعطيهم فاطمة ما بقاش. فقالت ليها زعما رجعي تخدمي، وهاد الوليد اللي شاطناك واللي يعني ما غاديش تقدري تخدمي وهو كاين، يعني ما كاينش اللي قابلو، انا نقابلو لك وانت رجعي لخدمتك. يعني ولدك غير تهني عليه، انا غنقابلو ليك الا كان عندك المشكل هو هذا. هنايا فاطمه رحبات بالفكره، وفاش جا احمد قالتها لي، قالت ليه باللي امي غتولي تجي تقابل لينا الولد وانا غنرجع للخدمه ديالي. هنايا احمد قال ليها لا، ما غاديش ترجعي تخدمي. قال ليها انت غتبقاي في الدار وانا غنبقى خدام. هنا كتقول ليه باللي المصروف ديالك راه ما كافيش، وانا ما بقيتش عايشه ديك العيشه اللي كنت عايشه قبل ما نولد. هنايا يعني دارت بيناتهم واحد المخاصمه وضربها كيزرق ليها العين. يعني هو ما بقاش مستحمل انه يعاود يعيش دوك الاحاسيس ديال الغيره، ويحس براسو ماشي راجل، مراته كتشطح قدام الرجال، ما بقاش باغي يعاود يحس دوك الاحاسيس. وقال ليها لا، هي لا. أو على داك الحال دائما مخاصمة دائما نقير. وفي الآخر المطاف فاطمة كترجع تخدم في الملهى، وأحمد هنا ما عنده ما يدير. واخا كان حاقد ولكن صافي تقبل الأمر. هو ماشي تقبله، ولكن راه صداع والمشاكل، وهداك شاف فيك وهداك هضر معاك، هداك الشي راه ما كيحبسش. يعني المشاكل بواحد الشكل لي يومي، وكيضربها وكيزرق لها شي بلاصه في الجسم ديالها، كتجلس حتى كيمشي من هذاك الزراق اولا كتحاول تغطي بالماكياج. وبقاو على داك الحال. هنايا فاطمه فاش صافي ما بقاتش حامله احمد وقالت ليه طلقني. هنايا احمد قال لها ما غاديش نطلقك، انا كنبغيك وما غاديش نطلقك. زائد ذلك حمد فاش شافها بغات ترجع الخدمه رخى عليها المصروف، قال لها باغيه تخدمي باغيه تصرفي، يلا ها هو المصروف، صرفي كيف ما بغيتي. ولا ما بقاش كيساهم في داكشي تاع الدار، ولا لايح عليها المسؤوليه كامله. هنايا فاطمه طلع ليها الدم ديال بصاح، وشافت داك الزكير ديالو داك، يعني علاش كيدير هكا. واحد النهار
وفي هذاك الملهى اللي كتخدم فيه فاطمة تماك واحد السيد، يعني كان كيجي وكتعجبو فاطمة، يعني ماشي بزاف باش جا وشاف فاطمة وعجباتو. هنايا عرف باللي راجلها راه في دور، ولكن بدا كيتسنى اللحظة المناسبة باش يهضر مع فاطمة. حتى جا داك النهار وقدر انه يوصل لفاطمة وعطاه النمرة ديالو وقال لها ضروري تعيطي ليا. السيد اللي سميتو هشام وكان كيجي من الرباط، كان كيجي من الربيط خصيصا باش يشوف فاطمة لأنه تعجب بها، وبدا كيفكر أنه يربط معها علاقة غير شرعية. المهم هنا فاطمة لقاها في ديك اللحظة يعني مدمرة ومحطمة وعندها مشاكل كتيرة مع راجلها. ففاطمة يعني عيطات ليه وتواصلت معه وبداو كيتلاقاو، لان فاطمه كترو صداعات كترو المشاكل ولات اغلب الوقت كتكون غير في دارهم هي وولدها. هنا في دوك الاوقات فاش كتلقى شي فرصه كتمشي وكتلاقى مع هاد هشام، كيكري شي بارطما وتماك فين كيتلاقاو وتما كيطرا مع بيناتهم حوايج اللي غير شرعيين. كي هشام فاش كيلاحظ دوك الضرابي في الجسم ديال فاطمه كيقول لها شنو هاد الشيء زعما شنو، كتقول ليه راه ضربني، راه احمد ضربني وكيتكرفس عليا والى اخره. هنا قال لي طلبي الطلاق، قالت ليه راه طلبت منه الطلاق ماشي مره وماشي جوج، ولكن راه ما بغاش يطلقني. هنايا قال لي علاش ما ديريش ليه شي مونتيف وتغبريه في الحبس. قالت ليه ما كرهتش، ولكن راه نخاف منين يخرج يعني ينتقم مني، خصوصا من غيعرفني تزوجت ولا شي حاجة فراه اكيد غادي ينتقم مني، لان هشام قال ليها غنتزوج بيك. هي فسمعت هادشي فقالت ليه من غيدوز الفترة السجنية ديالو غيخرج وغينتقم منا بجوج. صافي كدوز الايام وفاطمه فين ما كتلاقى بهشام كتبقى تشكى ليه من حمد. حمد ضربني، حمد فقصني، يعني ولات كتهضر غير على حمد بكثرة ما هي معصبه منه. هنا قال ليها علاش لي ما نشوفوش ليه شي حل، خاص هاد حمد ما يبقاش. هنايا فنفكروا انهم يصفيوها ليه. فهنا يبداو كيتفقوا على الخطه الشيطانيه اللي غادي يديروا ليه. فهنايا قال ليها باللي غادي نجيب لك واحد المنوم غتعطيه ليه في شي عصير او لا في شي مشروب، ومن غادي ينعس غادي تعيطي ليا وغادي نجي ونهنيك منه. وبالفعل هو اللي دبر ليها في ديك الماده المنومه وجابتها. وهكا واحد النهار حاولت انها تكون شويه رطيطه مع احمد ودارت ليه واحد الغدا ودارت ليه كذلك واحد العصير ديال الباربه. احمد فاش فاق باش يتغدى يعني لقى الغدا موجود كل شيء مزيان، حطات له الغدا مع ديك 3 ديال العشيه. احمد كلا وشرب داك العصير، ولكن داز غير واحد شويه ديال الوقت واحمد بدا كيحس براسو تقال عليه وجاه النعاس من جديد مع انه يلاه فايق. هنايا فين قرر انه يمشي يتكى شويه وينوض من بعد، ولكن احمد غير حط راسو على المخده غرق في النعاس بالتاثير ديال ديك الماده المنومه. هنايا فاطمة فاش حسات بيه غرق في النعاس مشات بدات كتفيق فيه وكتخدخدو وكتأكد واش فعلا غرق في النعاس او لا. فاطمة كتفيق كتعيط عليه بالجهد، ولكن حمد ما كيجاوبش فحال الا في كوما. هنايا فين غادي تمشي تتصل بهشام وغتقول ليه باللي راه نعس تقدر تجي دابا. وبالفعل كيجي هشام وكيجيب معاه واحد المقدة، وفاش كتحل عليه الباب كيقول لها فين هو، كتقول ليه راه هو في بيت النعاس. فاطمه ما قدراتش تدخل بقات غير برا ساده ودنيها. وهنايا فين دخل هشام وكيهز ديك المقدة حتى للسما وكينزل على حمد للراس. حمد بحر ديك الضربه فاق حل عينيه وبغى يوقف، ولكن هشام ما خلاش ليه الفرصه، عطاه ضربه ورا ضربه ضربه ورا ضربه حتى السلا معاه، حتى حمد طاح جثه هامده ما كيتحركش. هنا هشام فحال الا حس بالخوف وبالخلعه وعاد استوعى شنو دار. فاشنو دار، هز ديك الاداه وكمدها في شي حاجه وغسل ايديه وقال فاطمه باللي غادي ندي هادشي نتهنى منه وغادي نرجع عندك باش غادي نكملو نهنيك من حمد. داكشي اللي كان بعد ما خرج هشام غبر تعطل على فاطمه. فاطمه كتعيط ليه ما كيجاوبش. هنا حسات براسها واحله في داكشي تماك شكون غادي يعاونها فيه، كي غدير ليه، والسيد راه طويل وعامر تبارك الله، كيفاش غادي دير تفك من هاد المشكله.
هنايا فاش عرفات باللي هشام ما غاديش يجاوبها واستوعبات بانه هرب، هنايا كتلبس جلابيتها وكتمشي عند امها كتقول لها اشنو كاين. هنايا امها بعد ما عاودت لها هاد الكارثه قالت لها شوفي سبقيني للدار انا غادي نلحق عليك. هنية وصات بناتها الاخرين اللي صغر من فاطمه باش يقابلوا الولد ديال فاطمه اللي كان سميتو رياض. قالت لهم قابلوا الدري حتى نجي انا من عند فاطمه. المهم لان فاطمه ديك الساعات كان في عمرها 29 سنه وكان خواتاتها صغر منها. المهم خلاو الدري تماك مع الخالات ديالو، والام هزت كاع داك الماتريال اللي كيتستخدم في عيد الاضحى وقصدات الدار ديال فاطمه. دخلات البلاصه فين كاين حمد، وديك الساعه تفننوا في ديك الكسده، فرقوها كيف ما بغاو. هالرجلين فقنت، هالراس فقنت، هالكسادي كيحيدوا حتى العظم من اللحم، يعني داروا واحد المجزره حقيقيه. المهم جمعوا داك الراس وداك الرجلين باش هكا ما يخليو حتى شي دليل باش ما يوصلوش ليهم البوليس. شدوا داك الشي داروه بوحدو، وداك اللحم حطوه حتى هو بوحدو في اكياس وخلاو داك الشي تماك. وبالنسبه لداك الراس ودوك الهادو طلعوهم للسطاح ولا يمكن غير تماك في داك الدار. شعلوا العافيه وبغاو يشوطوا داك الشي، ولكن الريحه عمرات الدنيا، عرفوا باللي ريوسهم غادي يتفضحوا. فجمعوا داك الشي وطفاو ديك العافيه ومشاو داو داكشي للدوار الاول اللي كانوا ساكنين فيه اللي هو دوار اعريب في النواحي ديال مدينه مراكش. داو داكشي تماك لانهم عارفين المداخل والمخارج ديال داك الدوار. حطوا داكشي في واحد البلاصه اللي قريبه من واحد الصرف الصحي وشعلوا تماك العافيه. بعدوا وتسناو على ديك العافيه حتى طفات بوحدها. بعد ما طفات العافيه داكشي داك الرماد دفعوه في داك الصرف الصحي وركبوا في الطوموبيل لان فاطمه من بعد كانت شرات طوموبيل. ركبوا في الطوموبيل ورجعوا للدار. بعد ما رجعوا للدار كيغسلوها مزيان، كيحكوا كينظفوا، مع ان داك السائل الاحمر كان في كل بلاصه، حرفيا في كل بلاصه. عندك داك السقف، عندك الحيوط، الارضيه، الدنيا ولات حالتها حاله. المهم دوزوا داك الليله كامله هما غير كينظفوا، ومع تقريبا داك الفجر كيخرجوا بدوك الاكياس وكيقصدوا داك طريق المطار. وتماك فاطمه راهي صايقه والام كاينه في الخلف وكتجبد من دوك الاكياس وكتلوح بشكل عشوائي، كتلوح بدوك الاطراف بلا بلاستيك بلا والو. قالوا باللي غادي يجيو شي كلاب اولا شي مشاش غياكلوا دوك القطع، وهنايا احمد غادي تمحى ليه الاثار من الدنيا. ولكن داك الشي ما قاسوه لا كلاب لا مشاش لا حتى شي حاجه، بقى هكاك حتى لقاوه الناس وبلغوا. المهم من بعد هادشي اللي دارت لاله فاطمه شنو غادي دير؟ طبعا بعد ما كيف قلنا محاو كاع دوك المعالم ديال الفعل اللي داروا. هنا فاطمه لبسات جليلي بيتها ودارت الدريره ديالها وقصدات الكوميساريه كتبلغ بالاختفاء ديال الزوج ديالها. بعد ما هكا بلغات بالاختفاء ديالو اشنو غادي دير؟ هنايا كتصل هو عيط ليها هشام، عيط لفاطمه وقال لها اشنو درتي مازال. وهنايا ماشي تقول ليه سير في حالك خليتيني واحله وتقطع عليه، لا. هنايا فاطمه كيقترح عليها انها تجي عنده للرباط باش يدوزوا شويه الوقت وتنسى عليها هادشي اللي وقع. وهنايا فاطمه ما كانتش من العاجزين، دات معاها اختها وولدها ومشاو لمدينه الرباط وبالضبط في واحد البلاصه سميتها هرهوره. المهم مشاو تماك دوزو واحد الوقت الزوين، كرا لهم واحد الفيلا الشوا وداك الشيء، حيت هو الخدمه ديالو كانت هي هذه. كانوا عندهم محلات ديال الشواء. تهلا فيهم مزيان، دوزات ديك اليومين ورجعت لمراكش. هي هذيك البوليس فاش كيتواصلوا معاها وكيعيطوا ليها كتمشي عندهم المخفر وهكذا وكيقولوا لها شنو كاين. هنايا البوليس بعد ما عرفوا بانهم كانوا واقفين على الطلاق وعرفوا بانهم كانوا بجوج خدامين في نفس الملهى، فهنا داروا واحد الخطوه اللي فريده من نوعها. اشنو غادي يديروا الشرطه قبل ما انهم يقولوا ليها هنا راح نرجعنا للتحقيقات ديال الشرطه. كيقولوا ليها قبل ما يقولوا ليها نمشيو معاك للدار كيقولوا ليها باللي راه لقينا واحد الراجل اللي مضارب، وراه هو راجلك لقيناه مضارب في واحد البلاصه. هنا فاطمه كتقفز وكتقول لهم ما يمكنش، لا كيفاش؟ يعني بينات بانه كاينه شي حاجه. هنايا البوليس من دارت فاطمه هاد التصرف عرفوا باللي في راسها العجينه
وأنه كاين شي حاجة واحدة أخرى اللي هما ما عارفينهاش. المهم من ديك اللحظة شكوا فيها. هي فاش يعني مشاو معاها للدار، وفاش مشاو معاها للدار ما خداوش غير العينة من الشعر اللي كاين في المشطة، لا، داروا في الدار وهكا سرحوا عينيهم. تماك فين غادي نلقاو البيت نعاس مصبوغ، وكيسولوها كيقولوا لها كيفاش البيت مصبوغ، الريحه يعني باقي عاطي، يلا صبغتي؟ قالت لهم بصراحه يلا صبغتو. كيقول لها واش انت راجلك مختفي وانت يلا صبغتي البيت؟ المهم بقات كتدخل وكتخرج عليهم في الهضره. هنايا كيتصلوا بالشرطه العلميه اللي غادي تجي للدار ديال فاطمه. والشرطه العلميه راكم عارفين واخا داك البلاصه تحكات واخا تصبغات، فعندهم واحد الماده اللي هي ماده النومينول كيرشوها في ديك البلاصه. وديك البلاصه الا كان فيها السائل الاحمر كتضوي بالزرق، يعني كتضوي بلون اللي هو ازرق، ما يوحي انه كان تماك سائل احمر. وبالفعل غير كيرشوا ديك الماده والدنيا كامله كتكون زرقاء. فاطمه غير حاله فمها وما فاهماهمش اشنو كيديروا، لانها ما عندهاش درايه بهاد الامور. وهنايا فين كياخذوا فاطمه وكيديوها للكوميساريه وكيواجهوها باشنو لقاو في الدار. وقالوا لها باللي ها اشنو ها اشنو، وباللي انت المتهمه الرئيسيه يعني في هاد الفعله هادي ديال انهاء الحياه ديال حمد. المهم هنايا فاطمه دغيا بدات كتسرسب ليهم كل شيء، غير حمروا فيها وقصحوا معاها. دغيا بدات كتبكي وبدات كتعترف ليهم، عاودت ليهم داكشي كامل اللي سردت ليكم. ما اعترفت فاطمة بكل شيء. مشاو باش غادي نجيبو هنية الأم ديالها، وكذلك غادي نسقوا مع الشرطة ديال الرباط باش غادي نلقاو القبض على هشام. بالنسبة للأم، يعني الأم ديال فاطمة ما لقاوهاش، بقاو كيقلبوا عليها حتى في نهاية المطاف كيلقاوها يعني مصفيها لراسها حدا واحد القبة ديال شي سيد. وبأن قالت فاطمة بأن هنية من بعد من داكشي اللي داروا هنايا ولات كتشوف شي حوايج اللي ماشي نورمال، ولا كيوقف عليها حمد. داكشي اللي خلى العقل ديال هنية يتزنزن. بقات كتمشي للأضرحة وكتمشي للسادات ولكن والو، كتقول بلي دائما كيوقف عليها. وهنا فين قررت انها تاخد شي مادة سامة وتصفيها لراسها. لقاوها ميتة تماك، يعني فحال اللي نقولوا انتقمت من راسها على داك الجريمة اللي دارت. اما بالنسبة لهشام كيلقاوه وكيجيبوه للتحقيق. بدا كينكور كيقول ما كنعرفش فاطمه، ما عمرني شفتها، ما هادي، ولكن كاينين شهود اللي شفايتين شايفينه معاها، يعني شحال من حاجه. وهنا كتبت يعني جميع الاتهامات على هشام وفاطمه، وكيتحكموا بالاعدام. وهنا كتسالي الاحداث ديال القضيه ديال اليوم. الا وصلتوا حتى لهنايا خلي لي لايك وكومنتير زوين في حالكم. بالنسبه للعبره، اي واحد يعني من كتحرار العيشه فراه الطلاق هو الحل. الطلاق احسن من ان الواحد يولي مرتكب في شي جريمه في حال هذه. واحمد يعني والديه نصحوه ما يتزوجش بها، ولكن دار داكشي اللي في راسو ديجا. عن ذلك هو انهم يعني دار واحد العلاقه محرمه في الاول اللي نتج عليها الحمل، فلقاو ريسهم انهم ضروري خصهم يتزوجوا. المهم العبره راها باينه بلا ما نحتاج نقولها انا. نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي. مع السلامه.